يا صباح الخير او مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بعد شهر بحاله من الغياب. بصوا بقى يا جماعه، هنعمل مع بعض اللوك ده بطريقه سهله جدا وخطوه بخطوه وبس كده. وقبل ما نبدا الفيديو صلوا بينا على النبي. هنبتدي مع بعض. اول حاجه انا استخدمت مرطب لشفايفي، جبت كونسيلر درجه على غامقه شويه وداريت بيها الاماكن الغامقه. طبعا انا بشرتي فيهاش اماكن غامقه قوي، ولكن انا ببقى عايزه اوريكم انا بعمل ايه لو عندي تصبغات او اي حاجه من الحاجات دي. اثار حبوب تحت العين، في مثلا غمقان بسيط، في غمقان قوي، بتاخدي درجة كونسيلر اغمق من درجتك وبتحطيها تحت عينك، بتحطي منها مثلا على الحبايه اللي انت عايزاها. بس انا مش بيفرق معايا حوار ان انا داري حبايه او كده، عادي يعني. المهم خدت كونسيلر استخدمته كفاونديشن وكونسيلر في نفس الوقت، وما حطيتش كميه كبيره، انتوا عارفين ان انا محبش طبقات كتير على بشرتي. بعدين جبت الفرشه الكابوكي دي اللي انا بعشقها وبحبها ومعايا من زمان جدا ومبغيرهاش، ومش هغيرها لان دي اللي برتاح فيها في فرد الميك اب او الفاونديشن بلاشر كريمي. عموما معايا واحده البلاشر الالوان، طبعا عشان الالوان ما ينفعش اللي هنستخدمه لوشنا نستخدمه كبلاشر. الفاونديشن حاجه والبلاشر حاجه تانية. بحط بقى في الاماكن المراد تغطيتها واعطائها اضاءه حلوه كده. المهم حطيت بقى ايه تحت عينيا، حوالين شفايفي، حوالين مناخيري، بالشكل اللي انتوا شفتوه ده مكتوم بالفرشة الكابوكي دي. بعدين جبت الاسبونج ومشي على بشرتي كلها، بشيل اي زيادة لان انا برضو مش بحب التكتلات، وفي نفس الوقت مش عايزة الشعر بتاع الفرشة يكون متثبت على وشي، ولما اجي اثبت بلوس باودر يبقى الشعر بتاع الفرشة موجود. تمام. بعدين هاخد بقى ايه كونتور ستيك كده واضحين شويه. بص انا هعمل ايه دلوقتي، هعمل غلطه عمري، ولكن طبعا هصلحها معاكم في نفس الفيديو بنفس يعني بكل التفاصيل والتركات. بصوا عملت ايه في مناخيري. زي ما انتوا شفتوا كده. هظبطها دلوقتي معاكم. جبت فرشه مبططه كده وفلافي شويه عشان ادمج بيها الاطراف بتاعه الكونتور بتاعه النوز والاطراف بتاعه خدودي، وهتشوفوا بالشكل اللي انا هعمله دلوقتي ازاي. بفرشة صغنونة كده ودمجت الاطراف بتاعه الكونتور زي ما انتم شايفين كده، الطرف اللي من تحت والطرف اللي من فوق بالظبط كده. وعند برضو ايه طبعا الحسن زي ما انتوا شايفين، لازم يا جماعة ندمج ما بين الطروف بتاعه الكونتور عشان تطلع يعني شكلها حلو، تبقى كأنها جزء من البشرة. تمام بالشكل ده برضو. ودمجت برضو الكونتور في النوز الاول بالفرشة، بعد كده جبت الاسبونج وشلت الزيادات كلها. لازم نشيل الزيادات عشان الزيادات بتأثر جامد في شكل اللوك، وتخلي اللوك يعني حاد كده ومش حلو. لازم نخليه ان هو يكون سيمبل، وفي نفس الوقت يكون مفيش اي حاجة زيادة عشان ما بقاش فيه تكتلات في الميك اب والميك اب يسيح او ما يثبتش. لازم يكون الحاجات بسيطة عشان الميك اب يكون ثابت. المهم وكمان عشان ما يبديش طبقات تخينة كده وسميكة. خدت بقى ايه روج ثابت وحطيته ودمجته الاول بالفرشه الكابوكي. انا بحب الفرشه الكابوكي قوي، ما اقدرش استغنى عنها. و حطيت برضو نفس الروج برضو في الناحيه التانية زي ما انتم شايفين كده، عملت يعني بقت تقيله عن التانية بس هعالجها معاكم. السبونج دي كان فيها كونسيلر، فانا جبت مكان الكونسيلر ودمجت. طبعا محدش هيقولكوا على المعلومه دي، ولكن انا بحب اقول لكم كل حاجه وكل التركات والتفاصيل عشان لما تيجوا تعملوا لوك كامل لو في اي اخطاء تعرفوا تظبطوها. تمام. كل فيديو بقول لكم على تركات واي حاجه خطأ انا بعمله وبصلحه بقول لكم عليه، ما بعملهوش بره الكاميرا. المهم خدت بقى كونسيلر وحطيته، عملته كده زي مثلث. اي حد عايز يسالني عن اي معلومه في الميك اب يبعت لي، تكتب لي كومنت او تبعتي لي على الانستا. المهم زي ما انتم شايفين كده عملتوها على شكل مثلث، وحددت الكونتور اللي انا عايزاه لمناخيري. مش عايزه الكونتور يكون عريض عشان لو كونتور عريض هيتخن لي مناخيري وانا مش عايزه كده. بس بقى خدت الكونسيلر بالبواقي اللي تحت عينيا ونضفت تحت الكونتور زي ما انتم شايفين كده. هتشوفوا كده دلوقتي برضو انا كده
ظبطت الدنيا اهو بالكونسيلر وبدمج الكونسيلر. باخد بقى اللي باقي من الكونسيلر اللي تحت العين بقى ايه بعمل ايه بنضف بيه تحت الكونتور اللي انا عملته زي ما انتم شايفين. بصوا عملت الاول النوز الاول بظبطها، وبعد كده بنضف بقى ايه تحت الكونتور اللي انا عملته اهو زي ما انتم شايفين بالظبط. اللي انتوا شايفينه ده هو يعني التريكات اللي بتعملها الميك اب ارتست. تمام، مش لازم تحطي طبقه تقيله عشان تنضفي تحت الكونتور، لا انت بتاخدي بواقي بتاعت الاسبونج عادي وتنضفي بيها. خدت بقى نقطه بلاشر كده وحطيتها عند النص عشان بحب الحركه دي قوي. خدت الاسبونج برده وبمشي على بشرتي كلها عشان تبقى كلها ميه واحده ميبقاش في اي خطوط حد. وبعدين جبت الفرشه، بس الاول بعمل ايه الاول بدمج الاول الكونسيلر تحت العين، عشان في ناس بتقعد تسال وتقول في خطوط تحت العين مش عارفين نعمل ايه ونتصرف فيها ازاي. لازم الاول تدمجي بسبونج وترطبي الاول قبل ما تحطي الكونسيلر، وتدمجي بالسبونج عشان يشيل كل الخطوط اللي تحت العين ديت، وبعدين تثبتي باللوز باودر. دي اسهل طريقه يا جماعه، ودي الطريقه المعتمده المفروض تعمليها اصلا، لان الميك اب عمره ما هيطلع حلو، عمره ما هيطلع فلولس كده وناعم غير انك وانتي مظبطاه ومدياله حقه واخده وقتك في الدمج وعارفه تركات وحاجات معينه ان انتي تعمليه بيها، مش اي حاجه كده وخلاص. تمام، انا بثبت كده بقى ايه فوق عينيا على خفيف جدا، بس عشان انا عايزه يكون في طبقه ستيكي شويه كده عشان اللون اللي انا هحطه دلوقتي يثبت فيها. المهم في الجفن الثابت بقى خدت لون على بينك كده وحطيته بشكل عشوائي جدا، ما تحطيش بطريقه مهندمه ومنظمه والكلام ده كله، لان انت لو حطيتي بطريقه اصلا منظمه هتلاقي الدنيا باظت منك. ما اعرفش انا لما بقى انا ذات نفسي ان انا باجي اعمل بطريقه منظمه كده وابقى خايفه اجي هنا واعمل هنا ومش عارفه ايه بلاقي الدنيا باظت. خدت اللون البرجندي دوت ولون بني غامق وحطيته في ما بين الجفن الثابت والجفن المتحرك كده عشان هعمل كات كريس. تمام، عايزه اقول لكم على حاجه، لازم يا جماعه تشتغلوا بطريقه كويسه وفي نفس الوقت يعني ما تكونش منظمه قوي، عشان المنظمه قوي بتطلع الفينش مش حلو، وفي نفس الوقت تشتغلي بشكل كروكي كده. فاهمين؟ مش عارفه اوصل لكم ازاي، بس عايزاكم تشتغل في المتوسط اللي هو تبقوا منتظمين وفي نفس الوقت تشتغلوا كروكي. تمام، المهم فانا بحط اللون وبدمج بالفرشه الاولانيه، بحط اللون بالفرشه اللي عامله زي القلم شويه دي، وبدمج بقى ايه بالفرشه الاولانيه اللي هي الفلافي بتاعتنا. هعمل كات كريس بالكونسيلر مايت سينما. جبت الكونسيلر بتاع مايت سينما اللي هو بيبقى تقيل دوت وبيعمل خطوط تحت العين والكلام ده اللي انتوا بتقولوا عليه كده، بس هو والله انا ما بشوفش منه ان هو بيعمل خطوط تحت العين، غير ان انا بستخدمه بتكنيك معين وبيطلع حلو وكويس مش وحش، بس الثبات بتاعه مش اقوى حاجه طبعا. الثبات بتاعه مثلا اخره ساعتين، لو ثبت يعني ساعتين، يعني اخره ساعه ساعتين بالكتير، ما بيقعدش كتير الثبات بتاعه، ولكن هو ككونسيلر هو حلو جدا وتقيل مش وحش، وبس فيه زيوت كتير دي مشكلته. تمام، بس ينفع حلو قوي لقطع الكات كريس والحاجات دي. وتحت العين بتحطوا نقطة بسيطة جدا، مش تحطوا كمية كبيرة عشان الناس اللي بتشتكي من تكسير تحت العين. المهم بدمج بقى بالسبونجة الصغيرة. تمام، و بشيل الزيادة بالكونسيلر اللي انا حطيته. بعدين بقى ايه خدت هايلايتر كده على بينك فاتح على اللوس هايلايتر اللي انا بستخدمه ده، وبدمجهم مع بعض عشان عايزه اخد درجه متوسطه من اللون البينك، مش عايزاه بيبي بينك قوي قوي قوي، ولا عايزاه لون يعني مثلا بامبي غامق بامبي يعني، او مثلا فوشيا، لا عايزاه لون بينك كده بيبي بينك يكون رقيق كده زي ما انتم شايفين كده. بثبت بقى ايه بالهايلايتر، بثبت على طول، مش بحط لوس باودر، عشان في ناس تحط لوس باودر وبعد كده تحط لك الحاجات ديت، تحط لك الهايلايتر الهايلايتر بقى، او تحط لك لون الشمر على طول بعد ما تثبت. لا طبعا انت بتحطي لون الشمر على الكونسيلر، سواء بقى هايلايتر، سواء لوس هايلايتر، سواء لوس دوت لوس جليتر، سواء مثلا بيجمنت، بتحطي على طول فوق الكونسيلر على طول عشان بيثبت الكونسيلر. ماشي، مش تحطي في لوس باودر بعد كده تحطي فوقيها على طول اللون، سواء شامر او لوس هايلايتر او اي حاجه. خدت بقى لون برضو لوس هايلايتر كده
فاتح اللون الابيض عشان احطه كده في اول العين كده وانطره على بقية عينيا واحطه تحت كمان عند المدمع زي ما انتم شايفين كده. انا بالتفصيل وبكل التريكات اللي انا يعني عارفاها وبقولها لكم عليها ماشي. كل فيديو بعمل لكم تريكات يعني لوكات تانية وبعلمكم حاجات جديدة وازاي نعمل كذا وازاي نعمل كذا. المهم خدت كحل ازرق جوه العين ومن تحت العين مديته. المهم خدت كونسيلر بقى، خدت ايلاينر. كل شويه اقول المهم مش عارفه في ايه. المهم خدت ايلاينر اسود من كيس بيوتي، حلوة قوي على فكرة يا جماعة، احلى بقى ايه من مايت سينما وبريتي وومن والحاجات ديت. وعملت بيه بوزة وبرسم الايلاينر بالطريقة بتاعتي اللي انا عايزاها. طبعا يعني الايلاينر بالطريقة اللي انتوا حابين اعملوها. انا عندي عيني مبطنة شوية وحواجبي نازلة لتحت زي ما انتوا شايفين، فانا مش هشيلها عشان خاطر لوك. بقالي كتير ما حطيتش ميك اب فعيني بتدمع زي ما انتوا شايفين كده. مش عارفه العين التانية مستنيه تهدى شويه. هاخد بقى كحل اسود من فلورمار، اي كحل اسود يعجبك، روز بيري بقى فلورمار بيبقى حلو، فلورمار مش وحش. بحطه بس في اول العين عشان البوزه اللي انا عاملاها تبان اكتر وتوضح. وبعدين خدت الايلاينر بكمل بيه الايلاينر اللي انا عملته. حسيت ان في حاجه مش حلوه. انا دايما بعمل الايلاينر عشان التبطينه بتاعتي بعمله بس من الطرف وبعمل البوزه من قدام، ولكن في النص مش باجي ناحيه اي خط اسود خالص. ولكن انا اللي حسيت ان في حاجه ناقصه فانا كملت الايلاينر بخط اسود بسيط قوي ورفيع جدا، عشان انا طبعا يعني عينيا مبطنه فما ينفعش ان انا احط ايلاينر كامل، فاهمين؟ فانا بحطه في الطرف ومن اول العين وطرف العين بس. دلوقتي احنا خدنا نقطة بسيطة جدا كده وعملنا خط بسيط قوي 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 فوق العين. خدت اللون الازرق وعملت تحت عينيا ثبت بيه الكحل الازرق اللي انا حطيته، لان الكحل الازرق بيبقى كريمي وبيسيح بيبوظ الدنيا، فلازم نحط حاجة بودرية عشان يثبت اللون جوه العين وتحت العين كمان، وما ينزلش بقى يسيح تحت عينينا. لازم يكون حاجة لوز باودر، حاجة باودر لوز باودر بقى يعني او باودر ازرق اي حاجة. خدت لون اسود وبحط كده يعني ايه بكمل بيه الايلاينر الاسود اللي انا عملته بس كده في طرف العين. بصوا انا اهو بقول لكم على كل حاجة، مفيش حاجة انا بفوتها. اللوك ده تحفة يا جماعة جدا، ممكن تعملوه بطريقة ابسط من كده بكتير وما تعملوش بالطريقة الكبيرة دي، مثلا تكبروا العين بيها قوي كده، لا انتوا تعملوها حاجة بسيطة جدا عادي. ممكن تعملوها يعني بشكل اصغر من كده، الكات كريس تبقى صغنونة، الازرق يبقى ازرق بسيط برضو مش كتير. خدت بلاشر حطيته، كونتور حطيته تمام، وعملت طبع الحسن برضو، تقلت على الاولانية اللي انا كنت عاملاها باللون الكريمي. هاخد بقى ايه فرشة مشطوفة كده شوية وفلافي عشان اعمل بيها ايه النوز بتاعتي واحدد بيها النوز بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، عشان تبان اكتر وتوضح اكتر ان هي صغنونه وكوتوموتو كده. المهم بعدين بعمل خط كده في النص عشان لما اجي احط الهايلايتر يكون الشكل حلو بقى وكده. بس حطيت الهايلايتر ما حطيتش فوق ما بين الحواجب، ما ينفعش نحط ما بين الحواجب او قرب الحواجب، نحط بس في الطرف من تحت كده عند النوز عشان يبين مناخيرنا صغنونه مش كبيره او طويله، فاهمين؟ بحط بقى هايلايتر بقى الليكويد ده في كل حته بقى انا حابه احط هايلايتر فيها. وبس عايزه اقول لكم ان انا حاطه مرطب في شفايفي من اماندا، المرطب ده حلو جدا جربوه يا جماعه مش وحش، بيسيب هنت لون بينك كده على الشفايف. هعمل معاكم بقى تركية حلوه جدا 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 دلوقتي وهتشوفوها معايا. ماسكارا مايبلين انا بحب استخدمها دايما، بتفرق الرموش، بتدي يعني كثافه حلوه ولكن مش بتطول، بس هي بتدي كثافه حلوه وكمان بتفرق الرموش عن بعضها، ودي احلى حاجه فيها لان انا بحب الماسكارا اللي بتبقى كده. بحط بقى الماسكارا بالشكل اللي انتوا شايفينه عادي جدا عادي جدا جدا، ما حطيتش طبقتين ولا الكلام ده كله، هي طبقه واحده اللي بحطها. انتوا عايزين تحطوا طبقتين حطوا لو انتوا رموشكم صغنطوطه.
بعدين جبت مسكرة زرقاء حطيتها فوقيها. هتقولوا لي بقى انت حطيتي مسكرة زرقاء ليه، ما كنتي حطيتيها على طول، هي كده كده هتدي كثافة. هقول لكم بقى ليه. المسكرة السوداء دي بتدي كثافة للرموش، بتفرق الرموش عن بعضها، لكن المسكرات اللي هي الالوان سواء بني زرقاء خضراء حمراء اي لون انتوا يعني شايفينه قدامكم، في مسكرات لونها برجندي على فكرة. المهم لو اي درجة لون مسكرة جبتيها وحطيتيها عمرها ما هتدي كثافة، لازم تحطي الاول قبلها مسكرة سودا، ودي انا اكتشفتها مع نفسي، محدش قالها قبل كده ولا شفت حد عملها قبل كده، ولكن انا كنت متضايقه جايبه المسكره دي انا اتعامل معاها ازاي طالما مش بتكثف طالما مش بتطول، طب انا هستخدمها لايه ولونها بيبقى مش باين قوي. فانا عملت الحركه دي، انا حطيت المسكره السوداء وبعد كده المسكره الزرقاء. لازم نعمل الحركه دي، هي دي اللي هتطول لنا الرموش وهتكثفها. بص بقى، بعد ما حطيت المسكره الزرقاء بالطريقه اللي انا عملتها معاكم، مش هتلاقوها في اي حته، انا اللي مخترعاها وانا اللي مبتكراها، عشان لقيت المسكره الزرقاء مش بتعمل تكثيف، مش بتطول، مش تعمل اي حاجه غير انها بتدي لون، وبقى الرموش ملبده في بعضها كده شكلها وحش جدا. فانا الاول حطيت مسكره السوداء، بعد كده حطيت المسكره الزرقاء اللي هو بقى ايه تدي كثافه وطول وبتاع. احط مسكره انا بحبها وبتكون بتدي كثافه وبتدي طول في نفس الوقت، بس هي ما بتديش طول، انا رموشي طويله، اللي مسكره مايبلين ما بتديش طول، بتدي كثافه شويه بس، ولكن هي بتبقى تحفه. سوادها بيبقى فحمي، بتفرق رموش عن بعضها، ده اهم حاجه عندي في المسكره. يعني ما بيهمنيش الكثافه او الطول قد ما يعني بيهمني سوادها، بيهمني يعني شكلها وان هي تفرق ازاي الرموش عن بعض. في مسكرات كتير بتخلي الرموش ملزقه ومش حلوه، عامله شبه العنكبوت، بص تحسوا ان هي مفرقه شويه بسبب المسكره بتاعت مايبلين. وفي نفس الوقت حطيت اي لون مسكره عندك، اي لون مسكره زرقاء بني خضراء زرقاء حمراء، اي حاجه من الالوان اللي انتوا بتحبوها حطوها فوق المسكره سودا، هتدي شكل حلو ان شاء الله. بصوا بقى، هعمل معاكم ليب كومبو كده. انا حاطه مرطب، اساسا مرطب اماندا، كنت بفكر ان انا يعني على المرطب كده وخلاص ما احطش روج، بس قلت بقى ايه يعني ايه احدد شفايفي باللون البني، قلت اعمل لوك كامل يعني من اول بقى العين للوش للروج كل حاجه. بعمل على خفيف جدا اللون البني ده. كمل معاكم بقى فويس اوفر عشان مش بحب اتكلم وانا بعمل لوك. تعالوا بقى نحدد شفايفنا بمحدد ان زي ما انتم شايفين كده. قبلها انا مرطبه شفايفي باماندا، ومرطب اماندا حلوه قوي على فكره يا جماعه، جربوه ماشي، هو رخيص كمان مش غالي بالنسبه للابيلا والحاجات دي. المهم انا بعمل تحديده لشفايفي كده عشان تكبر شفايفي اكتر ما هي كبيره يعني. المهم فانا بوريكم ازاي تحددوا شفايفكم تكبروها. بعدين باخد اي ليب جلوس فيه لون، تمام، بتحطيه. لو انت عندكيش ليب جلوس فيه لون، هاتي نقطه كده، نقطه من اي روج وحطيها على شفايفك، روج بينك بقى اي لون انت حباه، وتحطيها كده وتدمجيها بصبعك كده اهو، وبعدين بتحطي ليب جلوس عادي شفاف. بس كده، ده كان الفاينل لوك. يا رب يكون عجبكم، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، تعملوا فولو انستا، هستناكم تكتبوا لي كومنت تحت حلو برايكم في الكومنتات، واشوفكم فيديو جديد على خير، مع السلامه.